في إطار الإشعاع والانفتاح الخارجي، تستدعيكم اليوم السفيرة التونسية المهندس صبري. هكا باش ما نعطيش اللقب، باش نخليه هو يقدم روحه، باش يقدم تجربته خارج الحدود والتجربة اللي كانت فيها العديد من المفاجآت. سي صبري، مرحبا بك في السفيرة التونسية. وبك أكثر. نشكركم على الاستضافة. أنا صبري بن محمد علي تزنيتي، مهندس في الإلكتروميكانيك، مصنع ماكينات. سافرت، أول سفر بتاعي سافرت لتركيا. كانت عندي قصة نجاح يعني على مراحل كبيرة. بالطبع توفيق من عند الله. انت جات الظروف الملائمة، لأنه تركيا كان فيها معناها بلد مصنع، وكان فيها لوجيستيك، وكان فيها تقنيين، وكان فيها تعلمت حاجات يعني. طورت من روحي، بديت نصنع في الماكينات أكثر من اللي كنت نصنع فيها في تونس. ولكن هو لا باز كانت معناها كانت في تونس. اللي تعلمته معناها كومباز كان في تونس. وكي مشيت لتركيا زدت طورت من نفسي. وفي عام 2022 خديت أحسن مصنع ماكينات في تركيا. عام 2022 فزت عليها جائزة، يعني خديت أحسن مصنع ماكينات. وفي معناها الأعوام اللي بعدها بديت نخدم على تطوير الأنظمة الصناعية. يعني بخلاف تصنيع الآلات، بديت نخدم على تطوير الأنظمة الصناعية، وكيفاش ندخلوا الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الصناعية. عشت بالطبع صعوبات، عشت حاجات معناها ماهيش سهلة. ولكن في الآخر الإنسان كي يصر على النجاح يوصل للهدف نتاعو، ويوصل ينجح. وأنا الحمد لله عندي برشا شركات. عندي زوج شركات في تركيا، واحدة تصنع في الآلات، واحدة تصنع في الأكواب الورقية. وعندي زوج شركات في المغرب، واحدة امبور اكسبور نتاع الماتير بريمير، وواحدة كيف تعمل الصيانة وتصنيع الآلات. وعندي شركة تصنع معناها الموديل انجكسيون بلاستيك في الجزائر. وتوا جيت لتونس باش نعمل معناها شركة خاصة بالذكاء الاصطناعي، تعليم معناها الأولاد الصغار الروبوتيك، وتكملة التعليم في التكوين المهني والتعليم في الروبوتيك بصفة عامة والصيانة. بالطبع الذكاء الاصطناعي هذا هو كله من تطويري أنا.